هندسه شفتوا الحاجه؟ تمام. طب التكييف فيه ايه؟ بالنسبة للتكييف انتوا ما عملتولوش صيانة من ساعة ما ركب التكييف. ما هو بصراحه كان شغال 100 100 يعني اعملوا صيانه ليه؟ تمام. ده بالنسبة للتكييف هيتفك الفلتر. ايوه. والسربنتينة هيتراجع عليها. اسمها ايه؟ السربنتينة. ماشي. الشحن. ماشي. فلوس الشحن. اه بس وهشغل لك التكييف 10/10. ربنا يسهل. تمام. طب والغساله؟ لا دي تسأل بقى الباشمهندس دلوقتي عشان هو التخصص الغسالة. يا باشمهندس الغسالة عاوزة جلب ايوه. وكاوتشات ولوحة. اللوحة بتاعتها محروقة. طب بالنسبه للشغل يعني 100 100 مفيش اي؟ يا باشا لا دي شغل حاجة معتمد أصلية لا انا بس بطمن يعني قطع ايه غيار بعد التعب ده كله ما قطع فيش غيار حاجه. أصلية ومن معتمدة، ما تقلقش. ربنا يسهل ان شاء الله. إن شاء الله. عاطف ايوه عايزك ثواني. حاضر. طب ماشي عايزك ثانيه اتفضل. واحده. ماشي. ايوه جاي. ايوه عايزه ايه؟ ها قالوا لك ايه؟ التكييف عايز فلتر تنظيف وسربنتينه وصيانه كده اهوت ايه من ساعه ما جبناه ما تنضف ولا تعمل له اي حاجه. طب والغسالة؟ الغساله قال فيها لوحه مفاتيح هتتغير بردك وسلك مكرونه وبردك في حاجات كده جلب وحاجات هيجيبوها. طب وتكلفتها كام؟ ما تقلقيش انا ان شاء الله هظبط كل حاجه معاهم. طب ما تقلقيش. هو حد يضحك عليك؟ يعني دول صناعيه كويسه ما تقلقش مني. يبقى فاصل بينا معاهم بس. هفاصل معاهم. نزل اي حاجة، ما هي الفلوس لما تتفضل معانا هتنفعنا في حاجة ما تانية. تقلقيش خليكي واثقه فيا. ماشي. ان شاء الله خير. عشان بس ناس قاعده لوحديها اروح اشوفهم. ماشي. مع السلامة. يا هندسه نورتونا. دي عاملين ايه؟ الحمد لله تمام تمام. والله. انت عامل ايه واخبارك ايه؟ بالنسبه بقى التكلفه تكلفه التكييف والغساله. أنا بالنسبة للتكييف الفلتر والشحن السربنتينه والسربنتينة بتظبيط التكييف هيكلفك 1300 جنيه. طب هزها شويه كده اهوت يعني شكلك كده صنايعي جدع كده اهوت واحنا اول تعامل بينا فعشان لو في اي حاجه كده اهوت ولا كده اهوت عندنا يبقى معانا. تمام. هيبقى 1250. يعني 50 جنيه بس مفيش كده اي هزه كده اهوت. مش هقدر انزل يعني أكتر من كده. مش هقدر صراحة. اعمل معانا كده واجب. ده مركز مش هقدر انزل. عارف ان الحاجة أكتر غالية من اصلا. كده. طب بالنسبه للغساله يا باشمهندس؟ والله الغسالة هتكلفك جلب فهمتني؟ كاوتشات واللوحة حوالي 850. ما برضك عشان ما تقولش عليا بيفصل في التكييف وفي مش الغساله. بالفصل والله. الاثنين جم في وقت واحد وبرضك الواحد ماشي على قده هي حاجات خليك حنين هي معانا. حاجات أصلية. مش ماشي. بمزاجي. ما هو اصل قطع الاثنين جايين غيار في بتيجي نحاس غسالة كلها اوتوماتيك وحاجة وتكييف في وقت معتمدة. واحد وتكلفه أنا برضك حابب أنت هتاخد حاجة كويسة. مش هنعمل لك أي برضك حاجة ايه كويسة. نزل شويه. وعليها الضمان كمان هتاخد الضمان بتاع حضرتك يعني ما تقلقش. ربنا يسهل ان شاء إن شاء الله. الله. خلاص ان شاء الله خير. ان شاء الله. عاطف ايوه عايزاه. حاضر جاي. طب معلش بس ماشي اتفضل. اشوف في حاجه ثانيه. اتفضل. جاي انا جاي لك يا جيجي. ايوه يا جيجي قاعد مع الناس كل شويه تنتهي عليا. ها عملت ايه؟ ما طمني. تلاقيش عليا يا ستي والله عصرتهم تكلفه قليله وصناعيه بيقولوا 100 100. بجد؟ ان شاء الله تلاقيش. طب بقول لك ايه؟ نعم. الخلاط بايظ عندنا، خدوا خليهم يصلحوه حبك دلوقتي كمان خلاط. معلش معلش. ماشي هاتي. ربنا يسهل كده اهوت ايه ونعمل حاجه كويسه. يا رجاله منورين. ربنا يخليك. المدام عندي ندهت لي الخلاط لسه دلوقتي من حظي. تمام. عشان تعرفوا بس الواحد ايه بيصرف ويكلف ازاي. فشوفوا لنا في كده في إيه؟ ايه. شغال. ده دلوقتي مفيش 5 دقايق بتعمل حاجه في المطبخ واقف منها. بص لك عليه حاضر. يا رب التكلفه قليله. ان شاء الله المدام تدعي لك. ربنا يخليك تحت امرك. اتفضل يا استاذي. خلاص ركبته كده اهوت. تمام كده. تسلم ايديك الاول. اتفضل. طب ربنا يخليك. التكلفه كام؟ كده بقطعة الغيار يبقى 50 جنيه كله. 50 جنيه؟ طب وعشان خاطري دي فيها فصال يا ما فيهاش باشمهندس. مفصل يعني بس دي قطعة يعني غيار. اهو اقول لك ايه برضك هقول لحضرتك ايه بس. يعني راضيني شويه. احنا رضيناك في
الأجهزة التانية ما دي جت اهوت من 5 دقايق فبرضك راضيني. ما كان تأخرناش 40 جنيه كويس. قدرناه. ما فيش مشكله، ما فرقش ما فيش من مشكله، 50 ما فيش 40. مشكله. طب خلي ده بس خلي نجربه. نجربه. اتفضل. يا جيجي ايوه انا جاي لك اهو. لا، في ايه مش عارف. هي الدنيا حر ولا انا اللي بتهيألي؟ هو التكييف عطل ولا ايه؟ تلاقي معلق شويه بس وهشتغل دلوقتي. معلق؟ مم. ازاي معلق؟ في حاجة تشتغل وبعدها بيومين تبوظ؟ معلق وهيشتغل. معلق وهيشتغل؟ انت بتقوح في ايه؟ ده الناس كلها بتصلح حاجتها بتفضل على طول يعني كويسة، نموت ده حتى. لكن ايه ده يومين والغسالة والتكييف في يوم واحد يبوظوا؟ كل اصحابي كلهم شكروا في الصناعيه دولت وحاجتهم كلهم شغاله كويس. كل الاجهزه بتاعتهم شغاله كويس. اصحابك مين اللي شكروا فيهم؟ ده جايبهم من على النت يا راجل. في ايه؟ ما تعصبنيش بقى، كفايه بقى. طب اتصل بيهم كده، لو ردوا عليك تاني يبقى بحق. ينعل التكييف، ينعل الغساله. انا افكهم دلوقتي واروح ابيعهم. ابيع التكييف والغساله ب 100 جنيه، اجيب المفكات واروح رايح ابيعهم. فين يا راجل؟ الراجل شكله اتجنن.